عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم مع بعض في حلقة النهاردة عن بعض الأحداث اللي حصلت في مباراة السوبر المصري ما بين الأهلي وبيراميدز، وبعض الخروج عن النص سواء اللي كان موجود من جماهير النادي الأهلي اللي حضرت في ملعب المباراة أو من بعض اللاعبين. وهل بالفعل زي ما انتم بتتابعوا في العديد من المواقع ان في بعض العقوبات اللي ممكن تصدر على اللاعبين من لجنة الانضباط، أو إذا كان حكم اللقاء أو مراقب المباراة كتب في تقريره اللي هيترفع للجنة المسابقات ومن بعدها إلى لجنة الانضباط عشان تاخد بعض القرارات الانضباطية اللي خاصة باللاعبين اللي ممكن يكون حصل مشادات ما بينهم وبين بعض زي ما الناس كلها شافت في الصورة بتاعة المباراة. لأن الكلام كتير موجود في الجزئية دي، فمهم جدا ان انا اوضح لكم واقول لكم على انفراد هيكون موجود في هذا الشأن، وايه العقوبة اللي ممكن توقع، وهل في عقوبات هتكون على اللاعبين ولا العقوبات بتشمل مين. طبعا اللقطة اللي هي فيها لغط او فيها كلام كتير او الكل شافها، لقطة الشيبي طبعا لاعب بيراميدز، وموضوع ان الشناوي كان هيطلع الكرة اوت والفير بلاي والقصة والمشادة اللي حصلت ما بينهم. وكانت ابطال القصة كلها 3 لعيبة من الاهلي، الشناوي وحمدي فتحي، وكان موجود معاهم علي معلول، وبعد كده الشيبي وتدخل معاه علي جبر واكتر من لاعب، وبعدها على طول يعني حصلت المشكلة والمشادة ما بين اللاعبين. طيب خلينا نتفق ان عشان اوضح لك في الاول واوصل لك للنتيجة في النهاية ان انا جاوبك على السؤال اللي طرحته لك في مقدمة الحلقة، إن هل لجنة الانضباط بتتطرق لعقوبات منها نفسها ولا لازم يكون هناك بعض العقوبات اللي موجودة في تقرير مراقب المباراة؟ لجنة الانضباط عشان تتحرك وتاخد عقوبات على اللعيبة عايزة حاجتين 2. الحاجة الأولانية لازم يكون أحد الأندية تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط عشان تاخد قرار وعقوبات ضد اللاعبين. وبيراميدز كان صاحب القصه في او صاحب المشكله والتعرض اللاعب للمشاده معاه، لم ولن يتقدم بشكاوى ضد اللاعبين او ضد النادي الاهلي بشكل عام لما حدث في مباراه السوبر. يبقى اذا الحاله الاولانيه دي مش موجوده عندنا، لان بيراميدز ما قدمش ومش هيقدم ومش في نيته انه يقدم شكوى على اللي حصل داخل الملعب. دي الحاله الاولانيه. الحاله الثانيه ان يكون حكم المباراة او مراقب المباراة كتب في تقريره حاجة تخص المشادة اللي حصلت ما بين اللاعبين. طيب النهاردة محمود البنا حكم اللقاء ما كتبش في تقريره اي شيء عن المشادة اللي حصلت ما بين اللاعبين، وده شيء منطقي وطبيعي. منطقي وطبيعي انه ما يكتبش؟ لا، منطقي وطبيعي بما ان ما فيش عقوبات ادارية صدرت منه تجاه هؤلاء اللاعبين، وبالتالي هو مش هيكتب حاجة في تقريره. بمعنى النهارده مفيش حاله طرد مثلا حصلت نتيجه الاحتكاكات اللي كانت موجوده ما بين اللاعبين، وبالتالي هو مش هيكتب حاجه في تقريره، لان ما حصلش حتى ان يكون في انذارات للعيبه اللي كانت متدخله مع بعض وحصلت بينهم وبين بعض المشاده. فبما انه ما اعطاش عقوبات كطرد مثلا في هذه المباراه للعيبه اللي حصلت المشاده بينهم، اذا فهو هنا مش هيكتب حاجه خالص في تقريره، وما كتبش بالفعل حاجه في تقريره. دي معلومه يعني مش توقع. طيب ده بالنسبه لتقرير حكم المباراه. طب تقرير المراقب المباراه ايه اللي حصل؟ مراقب المباراه برضه ما كتبش في تقريره حاجه تتعلق بالمشاده ما بين اللاعبين داخل ارضيه الملعب، لكنه كتب في تقريره حاجه مهمه جدا، وهنا كان لازم يكتبها، وهقول لك ليه لازم يكتبها. كتب في تقريره زجاجات المياه اللي تم القائها على اللاعبين وبعض السباب اللي كان موجود من الجماهير للاعبي بيراميدز، وده طبيعي جدا انه كان يكتب الكلام ده، لان المباراه طبعا بتقام في الامارات ومراقب المباراه هو حكم اماراتي بطبيعه الحال، وحفاظا على النظام. وطبعا عارفين ان الناس دي عندها نظام وعندها سيستم معين بيمشوا بيه. قد تصل العقوبات اللي ممكن تصل على الجماهير هتبقى فيها شقين هقول لك عليهم دلوقتي. هتبقى غرامه ماليه على النادي الاهلي نتيجه لتجاوز جماهيره في هذه المباراه، ده الشق الاول. الشق الثاني ان هيكون في منع للجماهير اللي تسببت في السباب اللي كان موجود واللي القت الزجاجات، هيكون فيهم منع
من حضور مباريات كرة القدم على ملعب اللقاء، او اي فريق مصري هيكون موجود وهيشارك سواء في اي بطولة سوبر او اي حاجة، هيتم منع هؤلاء الجماهير من حضور المباراة. لكن اللي عايزك تثق فيه ان اللي قلته لك في الحلقة ما هياش توقعات زي ما قلت لك في الاول، دي معلومة. مفيش عقوبات هتصدر على الشناوي ولا معلول ولا حمدي فتحي، ولا في عقوبات هتصدر على اي لاعب من بيراميدز، لان بيراميدز ما اشتكاش ومش هيشتكي، والامر هيمر عادي. علشان لما تشوف وتسمع تصريحات كتير وحاجات كتير ممكن تكون بتتابعها على المواقع، تبقى عارف ان معظمها مش هيكون حقيقي. عشان في ناس ممكن تقول لك ده هيبقى في عقوبات هتصدر، ده لجنة الانضباط هتنظر في عقوبات. لجنة الانضباط طالما ما فيش شكوى رسمية مش هتقدر ان هي تدي اي عقوبات ممكن تكون موجودة. اشوفكم في حلقة جديدة.